مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 86 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. دعم أسر الشهداء والمعاقين يحسن حياتهم المعيشية. الشباب العمال يدعمون أسر الشهداء في جنوب البحر الأحمر. طهران تتحدث عن إنجاز كبير وتفاؤل أوروبي رغم صعوبة المباحثات في فيينا. موجة حار شديد تجتاح جنوب غربي أمريكا. ومقتل 5 سجناء في معركة بين عصابتين داخل سجن في هندوراس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 18 من يونيو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط والجنوبي وشمال البحر الأحمر أظهرت إصابة 91 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 72 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و14 في الجنوب، 6 منها في مندفرة، و5 في عد قيح، و3 في دكم حري، و5 إصابات في إقليم شمال البحر الأحمر، 2 في نقفة، وواحدة في قندع، وواحدة في أفعبت، وواحدة في مصوع. في غضون ذلك شفي 89 مريضا، 39 من الإقليم الأوسط، و33 من إقليم شمال البحر الأحمر، و10 في إقليم جنوب البحر الأحمر، و7 في إقليم عنزبة. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 5285، شفي منهم 4743، وتوفي 19 مريضا، فيما لا يزال 523 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 18 من يونيو 2021. قال المدير التنفيذي في إدارة مديرية تسنية السيد تسفازجي عقبازجي إن الدعم المقدم بمبلغ تجاوز 10 ملايين و600 ألف نقفة في السنوات العشر الماضية من متاجر مدينة تسني لأسر الشهداء ومعاقي الحرب كان له دور إيجابي في حياتهم. وأوضح تقديم دعم مالي وعيني بحوالي 7 ملايين نقفة ل673 أسرة شهيد، وبناء منازل لأربع معاق حرب بمبلغ 3 ملايين و700 ألف نقفة. وذكر إن الأسر تم تأهيلها حسب اختياراتها بعربات الكارو والمواشي والمتاجر والمطاعم والخياطة وغيرها. وأظهرت الدراسات التي أجريت بالتعاون مع مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسني بأن أعمال 80% منها كانت ناجحة. وأشار إلى تقديم إدارة المديرية مبان لمزاولة العمل التجاري لعدد كبير من الأسر في إطار برنامج التأهيل ومنح الأولوية للخدمات الزراعية للأسر المزاولة للزراعة. وقد تم القيام بالحراثة الجماعية ل100 أسرة شهيد العامين الماضيين وتوزيع الإنتاج للأسر حسب أعداد الأسرة. وأوضح تقديم الشعب دعما ماليا وعينيا إلى جانب المساعدة في الأنشطة الزراعية. وذكر إن منازل المعاقين المشيدة بالدعم الشعبي بمبلغ 3 ملايين و700 ألف نقفة تضم 3 غرف ومطبخ ومرحاض. وأفاد السيد صالح عثمان والسيدة مآزة محراي من لجنة تأهيل المعاقين إن الدعم المقدم من الشعب والمؤسسات الحكومية أثر إيجابا على المديريات الأخرى، داعين لمواصلة الدعم. وقال مسؤول مكتب جمعية معاقي الحرب في مديرية تسنية السيد محمد نور علي سيد إن الدعم الشعبي يعكس الاحترام للشهداء والمعاقين. قدم الشباب العمال في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر 120 ألف نقفة مقتطع من رواتبهم في 6 أشهر لإعالة 40 أسرة شهيد لمدة عام. وأشاد مسؤول الاتحاد في الإقليم السيد عثمان عبد القادر بمبادرة الشباب العمال، وشكر تشجيع المؤسسات التي يعملون فيها. وكانت التجربة الأولى المتخذة العام الماضي قد جمعت مبلغ 90 ألف نقفة قدم ل15 أسرة شهيد في عصب، وقدم دعم هذه السنة ل15 أسرة في مديرية الرعتة، و10 أسر في عصب، و7 في جنوب دنكاليا، و8 أسر في وسط دنكاليا. وقال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد يوسف السهية
إن على الجهات الأخرى حزو مبادرة الشباب العمال إدراكا بأن إعالة أسر الشهداء ليست مسؤولية الحكومة وحدها. أعلن مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية جندع تقديم أكثر من 63 مليون نقفة لإعالة 621 أسرة شهيد في السنوات ال17 الماضية في مديرية جندع. وأوضح مسؤول المكتب السيد جابر إدريس إن الدعم الشهري يقدم للأسر أو وكلائها القانونيين، إضافة إلى 200 ألف نقفة لإعالة 22 أسرة شهيد مقدمة من المؤسسات العامة والخاصة وإدارات ضواحي لعيتن ونفاسيت وما حبار وأنبات كالا في مديرية جندع. وأشار إلى تقديم أصحاب المال الدعم لأسر الشهداء المحتاجين، مشيدا بالدعم الشعبي لأسر الشهداء. من ناحية ثانية، قدم عمال المؤسسات الحكومية في مديرية موغولو دعما ماليا لاثنتي عشرة أسرة شهيد بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقال مدير مديرية موغولو السيد أبراهام كيداني في المناسبة إن يوم الشهداء يوم تجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، مشيدا بالدعم المقدم. وشكرت أسر الشهداء الدعم الحكومي والشعبي المقدم. أحيا مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط في 17 من يونيو 20 من يونيو يوم الشهداء. وتخللت المناسبة مناشط ثقافية وفنية أدبية تعكس مضمون الاستقلال والتضحيات المقدمة من أجله. وذكرت رسالة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المناسبة إن 20 من يونيو هو يوم ذكرى الشهداء وتجديد العهد لتنفيذ أمانتهم بالعمل، وإن جميع الأنشطة المنفذة ترتكز على ذلك. ذكرت وزارة الصحة أن أجهزة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها تحقق نتائج مرضية في 26 مؤسسة صحية في إقليم القاشبركة لضمان الخدمة الكهربائية ل24 ساعة. وأوضح مسؤول الطاقة الشمسية في وزارة الصحة سيد ولد حيلآب تركيب 33 من أجهزة الطاقة الشمسية في المؤسسات الصحية بإقليم القاشبركة. وأشار إلى تركيب 5 أجهزة للطاقة الشمسية وهي إضافية هذا الشهر في مستشفى تسني، وقسم طب العيون في مستشفى بارنتو المرجعي، ومركز أغردات الصحي، ومستشفى أغردات. وأوضح أن أجهزة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمنت التيار الكهربائي لأقسام الجراحة والولادة وخدمات التحاليل المخبرية وإنتاج الأكسجين ل24 ساعة. قيم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع إيطاليا أنشطته النصف السنوية، وبحث برامج النصف السنوي الثاني. وشارك في الاجتماع الافتراضي المنعقد في 15 من يونيو مسؤولات فروع مدن جنوفا وميلانو وبيشيا وبارما وبولونيا وبيزا وبيستويا وروما ونابولي وتيرامو وباسكيرا وكاتانيا وفيرنسي وباليرمو. وأشادت رئيسة فرع إيطاليا السيدة نيجستي زاغاي بالعضوات لمساهمتهن في تنفيذ المهام المرحلية إلى جانب التصدي لكورونا. وقدم سفير إريتريا في إيطاليا السيد فسازين بيتروس ومسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية في إيطاليا السيد جرماي هبت ميكائيل كلمات تضامنية في الاجتماع، وأكد أن المشاركات على الاستعداد للمرحلة الجديدة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إن بلاده أنجزت تقدما جيدا وملموسا بشأن مختلف القضايا بمفاوضات فيينا. ومن جانب آخر أكدت مصادر أوروبية أن المفاوضات تمضي بغض النظر عن مسار الانتخابات الإيرانية. وأضاف عراقجي في تصريحات أنه يعتقد أن إيران باتت أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى، لكن ما زالت هناك قضايا أساسية سنتفاوض بشأنها على حد تعبيره. وكذا كبير المفاوضين الإيرانيين أن على كل طرف اتخاذ إجراءات صعبة، وأن بلاده اتخذت القرار الصعب بالبقاء في الاتفاق رغم مغادرة واشنطن. ومضى قائلا: إيران عانت خلال السنوات الماضية بسبب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، ونريد التأكد أن ما حدث من الانسحاب
انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق لن يتكرر مع أي رئيس أمريكي مستقبلا. بدوره عبر إنريك مورا ممثل الاتحاد الأوروبي في هذه المفاوضات عن اعتقاده بأن هذه المفاوضات ستنجح في التوصل إلى اتفاق. عانت معظم مناطق غربي الولايات المتحدة ولليوم الثالث على التوالي من موجة حر شديد ارتفعت فيها درجات الحرارة لمستويات قياسية، مما أدى إلى إصدار تحذيرات صحية وأجهد شبكات الكهرباء. وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من شدة الحرارة في الغرب الأمريكي، محذرة من أن هذه الأحوال قد تكون خطيرة بل ومميتة. كما أصدرت الهيئة تحذيرات من خطر الحرائق في ولايات كاليفورنيا ونيفادا ويوتا، وتشتعل حرائق غابات كبيرة في كولورادو وأريزونا. وأحرقت حرائق الغابات أكثر من 17 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في عام 2020، ودمرت مئات المنازل في كاليفورنيا خلال موسم حرائق كان بالغ الشراسة. ويقول خبراء هيئة الأرصاد إن موجة الحر غير المألوفة في أواخر الربيع نتجت عن ارتفاع الضغط الجوي فوق المناطق الصحراوية الغربية، ولا يمكن أن تعزى بشكل مباشر لارتفاع درجة حرارة الكوكب. قتل 5 سجناء على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في معركة بالأسلحة النارية دارت داخل سجن لاتولفا المشدد الحراسة في هندوراس بين أفراد من عصابتين، بحسب ما أعلنت النيابة العامة. وقال المتحدث باسم النيابة العامة يوري مورا لوكالة فرانس بريس أن الأمن لم يستتب بعد للدخول لإجراء عمليات تفتيش، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات أرسلت وحدات من الشرطة والجيش لإسناد حراس السجن الواقع على بعد حوالي 40 كيلومترا شرقي العاصمة تيغوسيغالبا. من جهته نشر مستشفى سكويلا الحكومي في العاصمة قائمة بأسماء 15 شخصا أصيبوا بطلقات نارية في السجن، ونقلتهم إليه سيارات الإسعاف. ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد احتشد المئات من أقارب السجناء في المستشفى وأمام السجن في محاولة منهم لمعرفة أخبار أقاربهم. وتنخرط العصابات في عمليات إجرامية تشمل تهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بها وسرقة السيارات وغيرها من الجرائم، وفقا لمصادر في الشرطة. أعلنت شركة ديبسوانا لإنتاج الألماس في بوتسوانا عن اكتشاف ماسة استثنائية، وهو ما يمثل أخبارا جيدة للبلاد التي يشكل هذا المنتج 90% من صادراتها. وقالت مديرة الشركة لينيت أرمسترونغ إن الماسة التي قدمت للرئيس البوتسواني موكوغيتسي ماسيسي في العاصمة غابورون تزن 1098 قيراطا، وهي ثالث أكبر ماسة من نوعها يتم العثور عليها في العالم. وهذه الماسة تعتبر ثالث أكبر حجر من نوعه يعثر عليه على هذا الكوكب، كما تؤكد لينيت أرمسترونغ مديرة دبسوانا. وأضافت المديرة إن هذه الماسة التي عثر عليها في منجم جوانينغ هي الأغنى قيمة في العالم، ويجلب اكتشافها الأمل لأمة تكافح، خاصة أن شركة دبسوانا لم تنتج سوى 16.6 مليون قيراط في عام 2020، في حين أنتجت 23.3 مليون قيراط في عام 2019، مما يمثل انخفاضا بنسبة 30% لإنتاجها بسبب إغلاق المناجم الناتج عن وباء كورونا. ختاما لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بأبرز عناوينها. إصابة 86 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. دعم أسر الشهداء والمعاقين يحسن حياتهم المعيشية. الشباب العمال يدعمون أسر الشهداء في جنوب البحر الأحمر. طهران تتحدث عن إنجاز كبير وتفاؤل أوروبي رغم صعوبة المباحثات في فيينا. موجة حر شديد تجتاح جنوب غربي أمريكا.
ومقتل 5 سجناء في معركة بين عصابتين داخل سجن في هندوراس. ختاما لكم مني أجمل المنى والتمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.